مشروبات الطاقة تمنها صحتك. في دراسة لقوا فيها إن بعد ما بشرب الانرجي درينك بتاعي كهربة القلب نفسه بتتغير. تعال أقول لك، مشروبات الطاقة مش مجرد كافيين، دي خلطة منبهات وسكر وكيمياء بتأثر على جسمك كله. أول صدمة للكافيين، تصدق إن بعض العبوات ممكن توصل من 300 ل 500 مللي جرام كافيين، وده أكتر من كوبايتين أو 3 قهوة مرة واحدة. طب وده يعمل فيا إيه؟ يسبب لي خفقان، قلق وتوتر، أرق شديد واضطرابات في ضربات القلب. ده غير كمية السكر الكتيرة اللي موجودة في الدرينك بتعلي الطاقة فجأة وتديك شعور وهمي بالطاقة، بعدها يحصل كراش وترجع تعبان أكتر من الأول. خد بقى معلومة أخطر، في دراسة لقوا فيها بعد ما بنشرب الانرجي درينك ضربات قلبنا بتفضل مش طبيعية لمدة ساعات، وده اللي بيخلي بعض الناس يحصل لها دوخة وإغماء ومشاكل في القلب، لدرجة إن منظمة الصحة العالمية حذرت من شرب الانرجي درينك. طب أجيب طاقة حقيقية إزاي؟ نام كويس، اتغذى كويس، اتحرك شوية، اشرب مية كتير. الطاقة الوهمية جسمك هو اللي بيدفع ثمنها. ما تنساش ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي انت بتخاف عليه اللي هو مدمن مشروبات طاقة. أنا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فوني. أشوفكم الحلقة اللي جاية.